السلام عليكم، حياكم الله اصدقائي واهلا وسهلا بكم من مصر وتحديدا من الاسكندريه. بهذا الفيديو راح اشرح لكم كامل التفاصيل، شلون وصلت الى مصر، سعر التذكره، الفيزا وكامل التفاصيل. فشاهدوا هذا الفيديو للنهايه ومتاكد راح يعجبكم، وحطوا لنا لايك واشتراك وشوفوا لي جمال البحر. يا اخوان، اول شيء خلونا نحكي على تذكره الطائره او تكت الطياره مثل ما نقول بالعراق. المهم، فاذا تسافرون حسب انتم من اي بلد، راح نحكي لكم مثل من العراق من بغداد الى القاهره للذهاب والعوده تبدي الاسعار من 300 الى 320 دولار وانتم صاعدين، وحسب اليوم اللي تسافرون به وحسب شركه الطيران. بالنسبه لي راح تقولوا لي شلون انت سافرت الى مصر والطيران مسدود؟ يا اخوان، انا سافرت من دبي وحجزت يعني على فلاي دبي، كان سعر التذكره الى مطار الاسكندريه تقريبا ب 220 دولار للذهاب فقط وبدون وزن، يعني فقط تاخذون وياكم جنطه مال ظهر 7 كيلو، اذا تاخذون وزن اكثر لازم تدفعون اكثر، واذا تسافرون تقريبا من سلطنه عمان السعر 150 الى 140 دولار وحسب انت من اي بلد. تقدر تبحث بالانترنت وتشوف. فخلونا هسه نتمشى شويه وبعدها راح نشرح لكم على الفيزا. راح اروح لهذيك القلعه حتى اكمل لكم باقي المعلومات هناك، وهمين نزور اماكن سياحيه، فلازم نعبر الجهه الثانيه ونستخدم الكيه نفس هاي اللي موجوده عندنا بالعراق، تاخذكم سعرها رخيص جدا. اعتقد بالفيديو القادم راح ناخذكم هيك جوله بحريه، شوفوا اليخوت الجميله، فتقدرون تاخذون يعني رحلات. وهاي القلعه اللي رايح لها. اللي يميز الاسكندريه انه تجي ساحليه على البحر، وبنفس الوقت البنايات اللي عندهم كلش حلوه قديمه، يعني على الطراز الايطالي او اليوناني اعتقد. هذا هو المكان اللي وصلت له. طبعا القلعه اللي شايفينها هذيك ومن هنا البحر، يعني اجواء 10/10 بالتوب. شكرا جزيلا. وانتم تمشون راح تشوفون بعض الناس يقولوا لكم اذا تحتاجون مثل مركب وتروحون رحله بحريه. اللي عجبني بالاسكندريه انه تشوفون تكرمون الكلاب والقطط في كل مكان واليفات يعني، فهذا شيء حلو لان انا كلش احب الحيوانات. وخلنا نشوفكم جمال هذا المنظر. اليوم الموج كلش قوي مثل ما شايفين، والهواء شويه بارد، فاجواء الاسكندريه يعني معتدله حتى بالصيف. بالنسبه للامواج يعني كلش قويه حاليا، معقول اكو بهالمكان سمك، لان هواي اشوف ناس جاي يصيدون. هذوليك همين. شوفوا هاي هي القلعه، فموجود هذا المتحف كلش حلو، عجبني هيك افوت، اسمه متحف الاحياء المائيه المحنطه. فخلنا نشوفكم اياه من الداخل. هاي اول ما تفوتون راح تشوفون هذا التمساح المحنط، وهذا اللي شايفينه شنو تتخيلون؟ قبل لا اقول لكم اكتبوا لي بالتعليقات. يا اخوان الحجم مالته هائل، شوفوا للاخير واصل. فراح نفوت من هالجانب. زيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. هاي كلها حيوانات يعني محنطه. تعال اوريهم العصافير دول، تعال. هذا بط مو عصافير، بط. بط؟ ايه ماشي. شوفوا هاي هواي حيوانات، بس هذا اللي شايفينه تعرفون شنو؟ هذا العظم، هذا عبارة عن حوت محنط. والله الحجم مالته هائل الحوت. ديناصور ده. ديناصور. حوت ديناصور. حوت انا سألته. الحوت هناك اهو. الحوت هناك اهو. وينه؟ ده حوت، ده ديناصور باين عليه ده. هو منين اكو ديناصور؟ اخي ماكو، هذا حوت. هذا اسم السمكة هذه. هاي اسمها المشط. سمكة الصبار. لا المشط. طب وهذه المشط لان بيها شوك. هذه مشط. المشط التفريغ. ما عرفته. كل شويه يسالوني على هذا الطير، هو مكتوب باللغه العربيه وشوفوا. تمام، الله يحفظكم. هذا صار له ساعه يصور بيه، يمكن صور 10 جيجا او 30 جيجا. يا اخوان بالنسبه للقلعه ما فتت جوا، لان انا زاير الاسكندريه تقريبا 3 مرات ورايح لها هاي القلعه تحديدا اكثر من مره، موجود الفيديو بالقناه الاولى مالتي. حاليا سعر التذكره ب 200 جنيه يعني للاجنبي والعربي، زمان كانوا يعاملون المصري نفس العربي ب 60 جنيه.
فهسه متغير هذا الشيء. فقلت خل اروح هذا المتحف اللي به الحيوانات المحنطه البحريه، احسن واحد يزور شيء جديد، لان القلعه زايرها ما يحتاج نزورها، بس المكان فعلا حلو هذا اللي يشوفون به هواي حيوانات محنطه وجميل، وسعر التذكره هم رخيص يعني تقريبا $2. فاكتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم بالمكان، حلو لو لا. بالنسبه لهذا اليخت اللي شايفينه، تقدرون مثل تروحون رحله بحريه لمده ساعه الا ربع، تاخذونه يعني تستاجرونه خاص شخص واحد او اكثر. السعر قال لي هذا اول ما سالته 1200، احتمال ينزل لكم اذا تعاملونه يعني اقل، او اللي يحب مثل يروح بهذا الزورق وموجود به ماطور، السعر 250 جنيه الى 300 جنيه، ياخذكم الاكثر من مكان. فهي الاسعار اللي يحب يعرف مثل، بس المكان فعلا يستحق. حاليا جاي يصنعون هذا اليخت. السلام عليكم اخي. السلام ورحمة الله وبركاته. زيك عامل ايه؟ الحمد لله. الله يحفظك. هاي اليخوت اللي موجوده كلها صناعه مصريه؟ صناعة مصرية 100% صناعة مصرية. من الخشب يصنعونهن مو صح؟ من هنا وبيصنعوه، بينزل البحر اللي بيقعد بيطلع بيتكسر بيتعمر كده. هذا هم جديد توهم صانعينه. شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. دائما الاماكن او المدن اللي تطلع على البحر يصنعون السفن وتشوفون هاي الاشياء، حلو هذا الشيء. خلونا ننتقل للفيزا. اذا كان جوازك عراقي تحتاج موافقه امنيه تسويها من اي شركه سفر وسياحه، لكن السعر مالها كلش غالي، يعني تقريبا $220 يا اخوان. فاشوف هذا السعر كلش غالي، اتمنى يسوون لنا مثل فيزا عند الوصول مثل باقي الدول. واذا كان يعني هذا عندك اقامه باوروبا او بدول الخليج وانت عراقي تقدر تحصل فيزا عند الوصول، بس اهم شيء الاقامه مالتك لازم يكون بها صلاحيه اكثر من 6 اشهر، تمام؟ وتدفع تقريبا $30 وهم تدفع 10 اكو ورقه ما اعرف شنو يسمونها، فالمجموع $40 تاخذ فيزا عند الوصول ويحق لك تبقى شهر كامل. واما اذا انت من دول الخليج تدفع فقط $30 فيزا عند الوصول. زمان كانت ب25، حاليا سووها ب30. فنتمنى من مصر انه يسوون لنا فيزا للعراقي مثل باقي الدول عند الوصول، وهم العراقي يسوي لمصر فيزا عند الوصول، مو احسن؟ احنا عرب فحلو واحد يزور الثاني. هاي احد معالم الاسكندريه، هذا الترام شوفوه قديم جدا، من اقدم القطارات اللي موجوده في افريقيا. يا اخوان خلونا نحكي على العمله المصريه وهمين على الفنادق. اول شيء $1 يساوي 52 جنيه، يعني $100 يساوي 5200. لكن هاي قبل اسبوع، اليوم راح تحول $100 صاير $100 تقريبا ب 5400، يعني زايده 200 جنيه. بالنسبه للعمله تقدرون تحولون يعني من اي صيرفه، احنا نسميها بالعراقي اكستشينج، او تقدرون من خلال الاي تي ام الصراف الالي تخلون بهذا الفلوس ويعطيكم جنيه مصري، سهل جدا يعني مكتوب باللغه العربيه. فهاي هي العمله. هاي من احد الحدائق الجميله اللي موجوده بالاسكندريه، مستحيل واحد يزور هالمدينه وما يزور هاي الحديقه. يعني مثل ما شايفين الجمال، ماكو داعي اقول لكم حلوه او لا، الكتاب مبين من عنوانه. فعلا الاسكندريه تحسون نفسكم يعني في عالم اخر، مو مجرد هذا محافظه عاديه. بس شوفوا لي جمال هاي البحيره، هدوء، تحسون نفسكم في عالم ثاني، والجو مغيم، فالمكان يعني فعلا يستحق الزياره. ومثل ما شايفين الجمال، هاي بالتصوير هيك، هاي بالحقيقه شلون. بالنسبه للصبح صار مطر يعني كلش قوي، فحاليا هم رجعت يعني مطرت شويه يعني قليل، فما اعرف شلون راح يصير الجو. وهاي الشقق الفخمه كلها موجوده وين؟ مقابل البحر. وهاي احد المواصلات اسمها كيا، احنا نسميها بالعراق، احنا هواي عندنا نفس هاي. انتم شو يسمونها؟ هذا مشروع اسمه. جيت لهذا المطعم حتى اتغدى، يعني هي هاي وجبة غدا ووجبة عشاء، هسه لان الساعة تقريبا 7:30 بالليل، فمنتظر السمك اللي طلبته. وبعدين راح اصور لكم فيديو يعني عن جولة اكل الشوارع ونشوفكم الاكلات اللي موجودة بمصر. بالنسبة للاكل بمصر كلش طيب، يعني اكو اكلات شعبية واكو اكلات كلش راقية، فيحتاج لنا فيديو كامل عن هذا الشيء. بسم الله. هذا عبارة عن سوب. هذا السمك وصل على الطريقة المصرية، هذا الشوي، فما راح نذكر لكم لا التفاصيل ولا السعر، خلوها فيديو كامل احسن، مو صحيح؟ بسم الله. يا اصدقائي بالنسبه للفنادق يبدي السعر من $25 وانتم صاعدين اذا تاخذون فندق زين.
انا حاليا ساكن بهوستل، سعر الليله تقريبا من 8.5 دولار الى 9.5 دولار حسب اليوم اللي هذا يحجزون به اونلاين. وها نسيت اقول لكم البطاقه العراقيه تشتغل بكل مكان، اي بطاقه عراقيه، لا تسالوني البطاقه اللي استخدمها باختصار. فاتمنى عجبكم هذا الفيديو، اذا عجبكم لا تنسون الاشتراك بالقناه والضغط على زر لايك، واكتبوا لي بالتعليقات استفاديتوا من هذا الفيديو او لا. واذا وصلتوا هذا الفيديو 10,000 يعني هذا لايك ان شاء الله كل بلد اسافر له اسوي لكم نفس هذا الفيديو. في امان الله.